اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا دائما في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا والف مرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد. غادي نشارك معكم فيه هذه المملحات الرمضانيه اللي كتجي رائعه وفنه وسهله في التحضير. واحد التقرميشه اللي رائعه فيهم. سمعوا البنات، سمعوا التقرميشه، سمعوا كيف مقرمشين ومورقين. كنتمنى ينالوا الرضا ديالكم. تبعوا معايا في المقادير وطريقه التحضير البنات، وما تنساوش ما تنساونيش لي لايك ديالكم اللي كيحفزوني كيخليوني نزيد قدام. لي لايك ديالكم واللي زابوني لاول مره كيشوف الفيديو. وما البنات، شكرا لكم الله يخطيكم. اول حاجه كنحتاجوا لواحد 500 غرام ديال الدقيق اللي هو نص كيلو ديال الفورص الرطب. كنديروا فيه معلقه صغيره د الملحه، معلقه كبيره د السنيده، ونص كاس ديال الزيت. صافي كنخلطوه البنات بالماء عادي دافي، الماء دافي عادي. نجمعوا العجينه ديالنا، كنخلطوا كنجمعوا العجينه ديالنا. كما كتلاحظوا انا كنجمع هنا غير بيد وحده. صافي غنبقى البنات نجمعها على هذا الشكل هكا حتى كتجمع ليا صافي. وما ما نحتاجلاش يدليك ولا شي تماره هكا بزاف. صافي غير غادي نجمعها ونديرها هكا في البلاستيك ونخليها ترتاح. صافي الكبيدات كما لاحظتوا هنايا غادي نديرها هكا في شي بلاستيكه ولا هذا البلاستيك الغذائي هكا. غادي نلويها عليها ونخليها واحد نص ساعه ترتاح لنا هكاك. واحد نص ساعه نردوها على جنب ونخليوها ترتاح على خاطر خاطرها. المهم البنات هنا راه دازت تقريبا نص ساعه. صافي غادي نفتح عليها. هانتوما البنات غادي ندردر هكا شويه د الفورص الرطب باش ما تلصقناش العجينه في الطاوله ديال العمل اولا هكا في الرخامه. صافي كنطلقوا بالدلاك كيف ما كتلاحظوا الاستعانه ديال شويه الدقيق باش ما تلصقناش. صافي البنات كنطلقوا العجينه ديالنا، راها كتعطينا الطوع دغيا كتطلق عادي البنات. نطلقوها هكا بالدلاك. صافي الكبيدات هنايا غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال الزبده. هاد الزبده ديال الحلويات 200 غرام كتكون في هاد باكيت معروفه. هاد الزبده هذه ديال الحلوه كنحكوها هكا فوق العجينه ديالنا اللي طلقنا. كنحكو ديك الزبده كامله كما كتلاحظوا البنات. غادي نحكها كلها صافي. غنبقى نطوي العجينه ديالي. هانتوما البنات كما كتلاحظوا غادي نطويها على ديك الزبده باش الزبده تكون لنا لداخل في الوسط ديال العجينه. صافي وغادي نطلقوا شويه بالدلاك كيف ما كتلاحظوا. نطلقوا العجينه ديالنا. كتجي هاد المورقه زوينه البنات، غير جربوها وما فيها لا تعب لا حتى حاجه ودغيا كتوجد. صافي كنحاول نقادها ونطلقها بيديا. صافي كنطويها لنا البنات. هانتوما كيف ما كتلاحظوا الطويه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه على هذا الشكل هكا. صافي هنا غادي نجيب داك البلاستيك الغذائي اللي درت في الاول، غادي نديرو له عاوتاني غنغطيها بداك البلاستيك الغذائي. نجمعها هنا في هذه المرحله البنات. غادي نجمعها وندخل هاد العجينه ديالي ندخلها في الثلاجه. غادي نديرها غير من التحت، نخليها تبرد شويه ديك الزبده والعجينه. صافي هنا البنات غادي ندخلها للثلاجه وندوز نوجد في الحشوه اللي غادي نحتاج فيها بصيله بيضه صغيره، واحد فلفله حمراء، فلفله خضراء، شويه ديال الكفته. عندي تما نص كيلو الرابعه، نص كيلو فرقته على جوج درت الرابعه قولي هي 250 غرام. وعندي التوابل واحد شويه ديال الفرماج. هنايا في مقله كنضيف شويه الزيت البلديه. غادي نهبط ديك البصله والفلافل بجوج وغادي نردهم يتشحروا البنات.
هنايا غادي نردهم تشحر هاد البصله وهاد الفلافل، صافي كنخلطهم ونردهم يتشحروا حتى ينزلوا لنا واحد شويه. كما كتلاحظوا هنايا هما نزلوا واحد شويش ترخاو. صافي في هاد المرحله هادي غادي نضيف ديك 250 غرام ديال الكفته. 250 غرام كتجي هو هذا كيجي مع هاد الحشوه كتجي مع ديك العجينه نيشان. كنضيف التوابل ديالي، شويه د المليحه، شويه د الابزار، شويه د السكينجبير، شويه د الخرقوم، شويه د التحميره. هادو هما اللي غادي نديرو في التوابل. صافي وغادي نحاول نحل ديك الكفته ديالي. ها نتوما كتلاحظوا البنات تشحرات ليا صافي وحيدتها من فوق البوطه. هاد المرحله غادي نضيف واحد شويه ديال الزيتون خضر، وهاد الفرomاج موتزاريلا ولا الحمر ولا اللي كان عندكم البنات. كتضيفوا واحد شويه باش كيعطي النسمه وكيجيب لنا ديك الحشوه كتجي معلكه. صافي البنات ردوها على جنب. نجبدوا العجينه ديالنا من الثلاجه. هانتوما البنات ضروري كنديروا شويه ديال الدقيق، كنستعناو بشويه ديال الدقيق حسب باش ما تلصقناش العجينه فوق الطاوله ديال العمل. غنقطع ديك العجينه على جوج في النصف، نقطعها على جوج. هنا غادي نطلق النصف الاول، نطلقوا على هذا الشكل هكا. ثم البنات غادي نحاول نطلق العجينه ديالي على حسب ديك الطاوله اللي عندي اللي غادي ندخل الفران. هانتوما دابا تشوفوها كتجي زوينه هاد المملحه وكتجي مرقه ومقرمشه وواحد البنه فيها زوينه وسهله في الخدمه وما فيها لا تعب لا حتى حاجه البنات. وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. صافي هنا طلقت العجينه ديالي على حساب ديك الطاوه اللي عندي ديال الفران ديال الضو. راه معروفه هاد الطاوه ديال هذه ديال الفران الضو ديال الاتيمات معروفه، وكنظن راه الاغلبيه راه عندهم متواجده عندهم ولا شي طاوه تكون القياس هكا هاد القياس هذا. صافي هنايا طلقت العجينه ديالي قديتها من الجناب وغادي نكب عليها ديك الحشوه اللي طيبت. هانتوما البنات غادي نفرغ فوق منها الحشوه. صافي وهنايا غادي نوزعها فوق العجينه، غادي نوزع ديك الحشوه. هانتوما البنات كنوزعوها من فوق العجينه. صافي كنقادوها من الفوق، نحاولوا نساويو ديك الحشوه من فوق العجين. صافي البنات هنايا راني قديتها صافي سويت ديك الحشوه. غادي نردها على جنب وندوز نطلق النصف ديال العجينه الثانيه اللي غادي نضيفوها من الفوق ديال الحشوه باستعانه ديال شويه الدقيق فوق الطاوله ديال العمل. غادي نطلق العجينه كيف ما كتلاحظوا. الصوره موضحه كلشي البنات، سهله ماهله فيها حتى شي تعب ولا شي صعوبات. واخا بنادم مبتدئ يديرها دغيا توجدلو تصدق معاه من اول تجربه. كنحاول نطلق العجينه ديالي على الشكل ديال الطاوه اللي عندي كما ما كتلاحظوا عيني ميزاني. هانتوما كنطلق العجينه ديالي. صافي هنا البنات غادي نهز العجينه ونحطها من فوق الحشوه على هذا الشكل هكا كما ما كتلاحظوا. صافي نحاول نجيبها قياس واحد، الا جاتنا خارجه من شي جانب راه الموس كيقضي الغرض. كنقصو كنقادو. وهنايا البنات ما تنساوش بحالي تدهنوا داك الجانب اللي من التحت بالماء باش يلصق لنا فوق منه العجينه الاخرى باش تلتصق. هانتوما البنات نضيفوا شويه ديال الماء باش كنلصقوا باش تلصق لنا العجينه على العجينه وما تحلناش. هانتوما البنات صافي كنحاول نقاد وكنبرك على العجينه باش كتلتصق. الا جاني شي عندي شي زياده هكا ديال العجين كنحيدها بالموس. صافي كنبرك هنايا كما كتلاحظوا، نحاول نبرك باش تلتصق العجينه. صافي الا كانت زياده العجين كنحيدها بالموس كما كتلاحظوا. كنمشي مع
مع الطاوة كندور الجوانب ديالها بربعة. صافي الكبيدات ديالي هنايا راني قديتها كاع. صافي هنايا غادي نحاول نقسمها هكا في النصف كيف ما كتلاحظوا بالموس. غادي نقطعها مع حد عجينه قبل ما تطيب، نقطعوها البنات قبل ما طيب، هانتوما كما كتلاحظوا. غادي نجي داك النصف عاودو نقطع في النصف من الصوره البنات، راه هكا الشرحه. نقطعوها هكا وهي في الطاوه باش غير كطيب لنا كتجينا ساهله، كتكون مقطعه. صافي الا جاتنا نمشيو لاصال لاصقه صافي كنعاونو شويه هكا بالموس وهي كتحيد لنا هاد المورقه ديالنا ولا هاد المملحات ديالنا. هانتوما كنولي عاوتاني كنقطع على هاد الشكل هكا. المهم البنات كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا، الحجم كتحكموا فيه نتوما شحال الحجم اللي بغيتو تديروا لهاد المورقه. صافي هنايا كنحتاج واحد الصفر ديال البيضه، شويه ديال الحليب باش ندهنوا لها الوجه ديالها بالصفر هكا ديال البيض باش يجينا مذهب وزوين. صافي البنات هنايا غادي ندهنها كامله بالصفر ديال البيضه. هاد المرحله هادي راني كنكون شعلت الفران، راني مسخناه على 200 درجه ديال الضو. كان الفران ديال البوطه حتى هو كنشعلوه كنسخنوه، كنديروا هاد المورقه من الفوق. الفران ديال البوطه كنديروه من الفوق حتى كتنفخنا ونحسوا بها طابت من التحت، عاد كنردوا الطاوه من التحت باش تحمر لنا الوجه ديالها. كان الفران ديال الضو كنديروا درجه الحراره 200، كنشعلوا الفران من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. الفران ديال الضو كنشعلوه من التحت ومن الفوق على 200 درجه، ولكن غير نبغيو نخشيو الطاوه البنات نطيبوا غادي نحاولوا ننزلوا العافيه ل 170 تقريبا 170 درجه تندخلوا الطاوه ديالنا. صافي هنا البنات في المرحله هذه من بعد ما دهنت بالصفر ديال البيضه كنحاول ندير هكا شريطات بالراس ديال الموس باش كيجينا داك المنيضر زوين. فهاد المملحات هادو كيجينا منيضر زوين فيهم غير كيطيبوا. هانتوما البنات كنحاول نشرطوهم هكا شريطات باش كيجي داك المنيضر زوين. والتزيين كيبقى لكم الاختيار باش ما عجبكم كتزينوا، بغيتو تخليوهم هكاك خليوهم هكاك. انا هنا زينتهم بشويه ديال الزنجلان هو اللي متوفر عندي. صافي البنات هنايا غادي ندخلها الفران طيب. هانتوما البنات هنايا هي وجدات طابت تحمرات جات فنه غزاله البنات فنه. غير جربوها ما غاديش تندموا، ساهله ماهله. انا متاكده الا جربتوها غادي تعاودوها مره اخرى. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء.